قبل الامتحانات بيحصل لنا بانيك اتاك، اللي هو انت بتحس ان انت خلاص حاسس بأزمة، بتوتر، ضربات قلبي بتدق، مش عارف اسيطر على الامور، فبتلاقي نفسك انت في مرحلة الخطر. وده طبيعي جدا لأن قبل الامتحان بيسيطر علينا الخوف دايما من كلام أهلنا لينا. دايما بابانا يقول لنا انت لو ما ذاكرتش هتفشل. مش ساعات بنسمع الجمل دي كتير في بيوتنا؟ انت لو ما ذاكرتش ابن طنط عنايات هيعديك. انا لازم اشوف النور ده في اوضتك والع طول الليل. انا مش عايز اشوف النور مطفي والا هحس ان فلوسي دي راحت على الارض، صح؟ بالظبط. انت عارفة التوتر ده بيحصل ليه؟ بسبب ان السمباثيك نيرفي سيستم بيعمل لك مود كده اللي هو الفلايت مود. بتلاقي كأن في ذنب وراكي، على طول على طول حاسه ان في فايت ذنب انت مش مستوعباه، والذنب ده هو ورقه الامتحان. كل ده بيعمل قلق وتوتر عالي جدا، لان اللي انت بتبقى خايف منه ده دايما انت مش خايف منه بالظبط بالتحديد، انت خايف من تقييم الناس ليك. مظبوط. خايف من الكلام السلبي اللي انت ممكن تتعرض له لما ما تحققش. صح. فده بيعمل لنا ايه دايما طول الوقت؟ بيعلي الكورتيزول في جسمنا، المناعة بتقل، الجسم ما بيبقاش قادر ان هو يقاوم الحالة دي، فبيدخل في حالة مش مفهومة، فاحنا ما بنبقاش عارفين ايه اللي بيحصل. يعني يبتدي بدل ما يبتدي يركز في مذاكرته، يبتدي يقاوم الهلع اللي هو عايش فيه بسبب التوتر من اللي حواليه. الاولاد بقى يعملوا ايه مع تعنيف الاهل المستمر والتوتر اللي بيعيشوا فيه في اوقات الامتحانات؟ اول حاجه انا هعمل ريفريمنج لعقلي. دلوقتي انا بابايا قال لي انت مش بتذاكر، انت مش شاطر، زمايلك هينجحوا، فبالتالي انا هحس ان انا متكهرب وان انا هغضب. لا، بس انا جوايا بقى هقول ايه؟ لا، ده بابا خايف عليا بس بطريقته، فانا هحاول ان انا اهديه وان انا اهدى، وابتدي استب خطوات، واحد اتنين تلاتة، ان انا اهندل وقتي، وان انا ابتدي اظبط مذاكرتي هتبدأ ازاي. وكمان في طريقة تانية ممكن الأولاد يستخدموها، إن أنت حاسس دايما بضغط ودوشة، كأنك في نفق مظلم، مظبوط. كأن في حروب حواليك بره ما انتش عارف تتصرف. في حاجة اسمها mindful tunnel vision ممكن الأولاد تستخدمها في إن أنا أدعم نفسي وأقول لنفسي أنا جوه نفق سامع دوشة كتير حواليا، هبص لآخر النفق هلاقي نور، هلاقي الهدف بتاعي، انا اشتغل على الهدف بتاعي وانسى الدوشه اللي حواليا واركز في هدفي علشان اقدر اوصل له بطريقه سلميه، مش بطريقه عدوانيه او بطريقه تخليني دايما داون ومش حاسس ان انا هادي احسن حاجه. بعد كده حاجة اسمها، هعمل حاجة اسمها الكتابة التفريغية، اللي هو اكتب على الورق انا حاسس بايه. انا متضايق بس انا هحاول ان انا اهدى. حاسس ان انا مش مودي مش متظبط، ابتدي ان انا اخد نفس عميق، وابتدي ان انا ابتدي واحد اتنين تلاتة، انا هبتدي ارتب انا هعمل ايه بالظبط. وكمان لازم الطالب يبتدي ان هو يدعم نفسه، ما يستناش الدعم ده يجيله من اي حد، لازم يكون معتمد على نفسه في ان هو يسبورت himself. حاسس ان موده مش مظبوط، يبتدي يقوم يتحرك، ياخد شاور دافي، يشرب مشروب دافي، ينسون دافي، يبتدي ان هو يسمع حاجة بيحبها، ميوزك معينة، سورة قرآنية معينة، يبتدي يهدى. لان هنا الهدوء مش هيبقى رفاهية، لا، انا لازم الاقي طريقة اهدى بيها، لازم الاقي طريقة اعرف ان انا اكون في حالتي المثالية في ظل الضغط ده. بعد دلوقتي ما سيطرنا على التوتر والقلق اللي في البيت، نبتدي بقى نرتب ان احنا نجيب درجات نهائية في امتحاناتنا ازاي. اول حاجة ان احنا نظبط ساعاتنا البيولوجية، السيركاديان ريزم. ازاي؟ ان احنا هنبتدي نطبق كلام ربنا اللي هو ايه؟ ناشئة الليل اشد وطئا واقوى مقيلا، اللي هو الثلث الاخير من الليل هو اكتر وقت نقدر نحفظ فيه ونتأمل. فبالتالي احنا لو ظبطنا الساعة البيولوجية بتاعتنا، احنا كده في السيف سايد بتاعتنا.
ده كلام مهم جدا لكل الطلاب ان هم يمشوا عليه، لان بعد ما نستغل الساعات اللي هي عند الفجر، الثلث الاخير من الليل، بعد كده ده هيدينا باور ان احنا نخلص فيه الحاجات الصعبة. ذهننا هيبقى صافي، هنقدر نخلص الحاجات الصعبة. فاحنا الحاجات الصعبة هنحطها في الوقت ده. بعد كده الفترة الصباحية تخلص بتاعة المذاكرة، هنيجي عند مثلا الساعة 2 ل 4 ناخد القيلولة بتاعتنا، ننام ونريح مخنا. الكاتب والباحث تيم باركل قال حاجة مهمة قوي. ليه بنسوف دايما في الحاجات اللي شايفينها ضخمة؟ لأن هي ضخمة بنخاف منها، فكل شوية بنقول بعدين بكرة هخلصها. فأنا أعمل إيه بقى علشان أخلص من السيركل اللي أنا جواها دي؟ هبتدي أقسم المادة. خلاص كده هنقسم المادة بتاعتنا في طريقة اسمها بومودورو. الطريقة دي بعمل فيها إيه يا إيمي؟ بقسم المادة بتاعتي لكل نص ساعة أذاكر حلو قوي قوي، واخد 5 دقايق بريك لمدة ساعتين، وبعد الساعتين ما يخلصوا هاخد نص ساعة بريك كامل أروق فيها وأفضي فيها دماغي خالص. فبكده قدرت إن أنا أجزأ المهمة الكبيرة لمهمات صغيرة. انت عارفه يا ميانه ان خطه البومودورو دي بتحفز الدوبامين في الجسم، اللي هو الجسم كانه بيكافئك، بيقول لك ايه ده انت شطوره، برافو عليكي، استمري بقى، انت تستاهلي مكافاه. حلوة الطريقة دي بصراحة، وأنا كنت بعملها حقيقة وجابت معايا نتيجة هايلة جدا. كنت دحيحه قوي. صراحة بعد كده هنعمل، احنا خلاص عرفنا ازاي يومنا هيمشي ازاي. طيب خطة الأسبوع هتمشي ازاي؟ أول الأسبوع نبتدي، أول كل أسبوع نبتدي نحط المواد الصعبة. تمام. خلاص بيبقى عندنا، وأول اليوم الكورتيزول بتبقى مستوياته لسه في الأول طبعا الصبح بدري، فابتدي أستغل الحتة دي في إن أنا أحط المواد الصعبة. بعد كده خلال الأسبوع اليوم الواحد ما ذاكرش فيه نفس المادة، لا، أذاكر مادتين مختلفتين، مثلا مادة علمية خلاص، ومادة تطبيقية زي رياضيات. يعني ممكن أحط دراسات ورياضيات مع بعض، ساينس وبرضه مع شوية رياضة. فأنا كده عملت إيه؟ عليت الانتباه بتاعي. بعد كده كل 3 أيام هعمل تشيك على الخطة بتاعتي، أشوفها ناجحة، عايزة أغير حاجة، عايزة أبدل حاجة. وبعد الخطة الأسبوعية دي أبتدي أخد يوم فصلان كده، عارفة اليوم بتاع الفصلان ايوه ده؟ تفصلي فيه. هبتدي أخده علشان ما أوصلش للامتحان وأنا اكسبلودد، مضغوطة جدا. فده طبعا هيخليني أريح وأروق وأنا بذاكر. مظبوط. هنعمل ايه بقى قبل الامتحان؟ هنبتدي نعمل ملخص بسيط. ال 300 صفحة هنلخصهم في 30 ورقة. نعمل كده بالنسبة لنا كده حاجة كده بسيطة، اللي هو تفكرنا بالحاجة وقت الامتحان. طيب في ناس مثلا ممكن تغني، ممكن تغني المذاكرة، الصوت دوت بيخليهم يفتكروا وقت الامتحان. في ناس ممكن تعمل رسمة في الورق اللي هي خريطة كده، عينيهم بتحاول تحفظ، فبالتالي ده بيساعد على ان هم يتذكروا الشيء في الامتحان. الجداول والمقارنات ابتدي رتبيهم، ابتدي ان انت تقسميهم تقسيمة تكون بسيطة بالنسبة لكم، لان دوت هيساعدكم ان انتوا تتذكروا المواد في الامتحان وورقة الإجابة. ومن الحاجة التانية المهمة برضو إن إحنا لازم ننام بدري، لازم ما نسهرش، لأن أي مذاكرة هنذاكرها بالليل هتتخزن في الشورت تيرم ميموري، مش هنفتكرها يوم الامتحان الصبح. لازم ما نسهرش وما نذاكرش حاجات جديدة. أول نص ساعة بقى في الامتحان ناخد نفس عميق، نبتدي نقرأ ورقة الامتحان كلها ونبدأ بالأسئلة السهلة نحلها. لو وقفت في سؤال سيبه، ما تقفش عند السؤال ده وارجع له تاني بعدين. لازم تكون واخد بالك قوي من وقت الامتحان، ما تقفش في سؤال تخليه يعطلك ويضيع لك وقت الامتحان كله. طيب في حاجة بقى مهمة جدا لازم نعملها قبل الامتحان. أول حاجة نوقف السكريات تماما. تاني حاجة نسترخي ونبتدي نردد أدعية تهدينا، وندخل ونبتدي إن احنا نقرأ سؤال بسؤال ونتوكل على الله.
الشهر اللي قبل الامتحانات لازم ندعم صحتنا ومناعتنا بمشروب سحري هيعلي التركيز والذاكرة، هو مشروب الأفوكادو وبذور الشيا غني بالأوميجا 3. هنسيب لكم الوصفة في الكابشن. وبكده نكون قدرنا نعرف ازاي نتعامل مع نفسنا ومع اهالينا في فترة الامتحانات من غير ما نضغط على نفسنا، فبالتالي نكون عدينا المرحلة الصعبة بتاعت فترة الامتحانات، وربنا يوفق الجميع.